يا صباح الخير. رضوى الشربيني، اخيرا وصلنا رضوى الشربيني. رضوى الشربيني في تعليقه منها او في بعض التعليقات زعلانه من ان بعض المتابعين او واحد من المتابعين بيقول لها انت خربت بيوت. فقالت له ربنا يجازيك، وانا هسيب ربنا ياخد لي حقي، بس كنت قلتها في السر بدل ما تاخد ذنب في العلن. والحقيقه الاكسبريشن الاخير دوت مش عارف هي تقصد بيه ايه، او مين فاهمها الموضوع السر والعلن، وانك تقولها في السر فتاخد بيه بدل ما تاخد بيه ذنب. انا مش عارف هي عايزه تقول ايه يعني، بس طبعا بما انها مش فاهمه فمش هناخد على كلامها. وهو عموما يعني غالبا مش هيفرق يا استاذه رضوى اذا كان الراجل هيقولها لك في السر وفي العلن. وبعدين الراجل هو شتمك باهلك، انت الراجل بيقول لك انت خربت بيوت. طب ما انت فعلا خربت بيوت يعني هو الراجل ما غلطش. هو انت يا استاذه رضوى لما تعززي شعور الاستحقاق عند البنات وعند الستات بدون وعي لواجباتهم، يبقى بتعملي ايه؟ لما انت تقعدي تعززي شعور الاستحقاق ولكن من غير ما توعي بالواجبات. ما هو الاستحقاق ده بناء على ايه؟ انت تستحق بناء على ايه؟ اكيد انت عملت حاجه عشان تستحق، ولكن انت كده عايش كده او لمجرد ان انت سيده او بنت تبقى تستحق، دي تبقى مصيبه. لا طبعا، انت تستحق عشان عملت حاجه، عشان بنيت شيء، عشان قدمت شيء فتستحق. انما الاستحقاق بدون احقيه الحقيقه ان انت فعلا بتبقى خربت بيوت. يا جماعه ان رضوى الشربيني زيها زي ياسمين عز، الاثنين وجهين لعمله واحده. الاثنين المثل الأسوأ لاستغلال المرأة الغير واعية لتحقيق بعض من النجاحات والأهداف وبعض المكاسب المادية. لما لقوهم ترند استغلوهم أسوأ استغلال، سواء دي أو دي. الحقيقة إن الاتنين بيستغلوهم عشان يحققوا فلوس وكمان علشان يهدوا الأسرة المصرية. لما واحدة تهمش الأدوار وتخلي الدنيا كلها في التفاهة اللي بتتكلم بيها اللي اسمها ياسمين عز، دي بتعمل إيه؟ دي بتخلي الدنيا كلها هايفه، وبالتالي اي حد في اي موقف هد الاسره وامشي. وبالنسبه لرضوى اللي هي فاكره نفسها يعني السبع رجاله وهي اصلا فاشله في حياتها، اما تخلي كل الناس حاسه بنفسها وحاسه بالاستحقاق بدون ما تعرف يعني ايه واجبات وبدون ما تعرف يعني ايه تكوين اسره، وتعلي روح التنافسيه. الاتنين كانوا المقصود منهم ان يعلوا روح التنافسيه في الاسره، والحقيقه ان مفيش منافسه في الاسره. الاسره عباره عن احنا الاتنين بنكون كيان، احنا الاتنين بنشترك مع بعض مش بننافس بعض. احنا الاتنين بنندمج مع بعض عشان نكون كيان جديد مش بننافس بعض. مفيش منافسه في الاسره، مش كل واحد داخل يدور على حقوقه. الاسره كل واحد داخل يتنازل عن جزء من حقوقه عشان يكون كيان جديد بقوانين جديده باسلوب جديد بصفات جديده بمكونات كامله جديده. بين احنا الاتنين حاجه واحده. الحقيقه يا جماعه الناس اللي عندها عزه نفس وكرامه ما عندهاش اخطر من عوراتها، سواء عوراتك الجسديه او النفسيه او الذهنيه. فالحقيقه كل واحد فينا عنده الحاجات اللي ما بيحبش حد يكتشف عليها. فلما يكون في شخص انت بتأمنه ينكشف على كل عوراتك سواء النفسيه او الجسديه او الذهنيه، كل ما انت بتخفيه عن الناس ينكشف هذا الشريك عليه، الحقيقه ان ده مش هيبقى فيه ابدا بينك وبينه تنافس، ده هيبقى فيه بينك وبينه تكامل. عشان كده مفيش حاجه اسمها استحقاق وهو يعمل وهو يسوي. الكلام دوت يا جماعه بيهد الاسر ويهد الكيانات ما يبنيهاش. عشان كده يا استاذه رضوى راجع نفسك، سيبك من الراجل الطيب الغلبان اللي قال لك انت خربت بيوت. ده راجل ده محترم، ده مؤدب، المفروض يتقال لك اكتر من كده بكتير. راجع نفسك. شكرا لمتابعتكم، ما تنسوش تعملوا لايك وشير على فيسبوك وتيك توك، سبسكرايب على اليوتيوب. انا عمرو محمود ودول كلمتين من القلب. صباح الفل.